معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا تفسير من؟ تفسير من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس تفسير لعالم تظن أن مثلا يحتمل أنه كذا ولعل عليه ملاحظة كذا، أو هذا تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرك وتقتدي به كل يوم 5 مرات تردد هذه التهليلات. الآن لما تنظر في الحديث الوارد جاء فيه 3 تهليلات يشرع لك أن تقولها دبر كل صلاة. الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه 3 تهليلات يشرع لك يوميا دبر كل صلاة أن ترددها.